القانون الأول من كتاب 48 قانون للقوة: never outshine the master. لا تشرك أكثر من السيد. يا مساء الفل على الكل. لو أول مرة تشوفني، أنا ميرنا أنور، وأنت هنا في برنامج أنت تكمل الحكاية. التطبيل فن والقوة لعبة، يا تلعبها بفن وحرفنة يا تعالوا نشوف. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في واحد اسمه نيكولا فوكيه، وزير مالية لويس الرابع عشر. كان بيحب الفلوس والستات والحفلات زي يعني يعشق المظاهر. كان مبذر جدا، بس الملك كان بيحبه جدا 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 وما يقدرش يستغنى عنه. وخلي بالك من بيحبه دي عشان هنرجع لها تاني. المهم بقى بعد كده مات رئيس الوزراء جول مازاران سنة 1661، وده المنصب اللي كان فوكيه عينه عليه. فقال لك بس يا واد يا فوكيه، جالك الفرج والملك بيحبك ومش هيلاقي احسن منك للمنصب ده. بس حصل حاجة ما كانتش متوقعة، الملك قرر يلغي المنصب ده اصلا. طبعا فوكيه اتصدم واتقهر وزعل جدا، وحس ان كل حاجة فجأة راحت من بين ايديه. بس ما سكتش، قعد يفكر هتعمل ايه يا واد يا فوكيه، هتعمل ايه يا واد يا فوكيه. بس لقيتها، انا هبهر الملك وهعمل اجمد حفلة شافها العالم. بس مش هقول طبعا قدام الناس ان انا علشان ابهر الملك، انا بس هقول انه احتفال علشان كملت القصر الفخم بتاعي. بس الحقيقة انه علشان ابهر الملك وعرفه ان انا جامد جدا وجدير ان انا ابقى رئيس الوزراء، وليا علاقات بناس جامده من الطبقه الارستقراطيه ومش هيلاقي احسن مني. المهم فوكيه عمل الحفله فعلا، وكانت فعلا جامده ومن الاخر. حضرها ألمع الناس في اوروبا واعظم العقول. ده غير ان خلى كاتب اسمه مولير كتب مسرحيه مخصوص للمناسبه دي، وفوكيه عمل فيها دور بنفسه في نهايه الحفله. ده غير الاكل اللي اتقدم، اصناف جديده محدش دقها في فرنسا، ولا الألعاب النارية. المهم إن في نهاية الحفلة الكل اتفق على إن دي أعظم وأفخم وأجمل حفلة حضروها في حياتهم. طبعا عمنا فوكيه كان مبسوط جدا، ونام اليوم ده وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي. قالك بس المنصب ده بتاعي. هو الملك هيلاقي أحسن مني؟ بس يا فرحة ما تمت، لا ما خدهاش الجرابوتار. تاني يوم حصل حاجة ما كانتش متوقعة. دارتانيان قائد حرس الملك قبض على فوكيه بتهمة اختلاسه من خزانة البلد. طبعا أول حاجة جت في بالك إن التهمة دي متلفقة لفوكيه وإنه بريء، بس أحب أقولك لأ. تخيل، طب وإزاي فجأة كده الملك اكتشف في يوم وليلة إنه فوكيه بيسرق؟ طبعا الموضوع ما كانش في يوم وليلة ولا حاجة، فوكيه كان بيسرق وبيسرق من زمان جدا، والملك كان عارف، وكان كله لحساب الملك وبإذن منه. طبعا الموضوع مضحك جدا وعبثي على الآخر. الفكرة إن الملك كان معاه كارت ضد فوكيه وعرف يستخدمه في الوقت الصح. المهم فوكيه فعلا اتقدم للمحاكمة بعد 3 شهور، وبعتوه لأكثر السجون عزلة في فرنسا في أعالي جبال البرانيس، وقعد 20 سنة الأخيرة من حياته في حبس انفرادي لحد ما مات. ايه ده يا لويس، ايه يا جدع ده؟ يعني ده جزات الراجل اللي حب يفرحك ويعمل لك حفلة؟ يعني خير تعمل شر تلقى. بصراحة يا جماعة الغلط من فوكيه مش من لويس. هقول لك ليه. فوكيه حب يطبل بس أفورها، فاللعبة باظت منه وضربت في وشه. بالرغم من معرفته للملك وقربه منه، بس ما قراش شخصيته صح. شخصية مغرورة متعجرفة لأقصى درجة، عاوز دايما يكون هو محط انتباه كل الناس طول الوقت، ما كانش عاوز حد يتفوق عليه أو يكون ظاهر عنه، وخصوصا لما يكون يدوبك وزير ماليته زي فوكيه. وأكبر دليل على ده إنه اختار بعد فوكيه واحد اسمه كولبير علشان يكون وزير ماليته. وكولبير ده كان مشهور ببخله وإقامته لأكتر الحفلات في باريس ملل وغلاسة وعفانة من الآخر. وكولبير ده كان دايما بيتأكد إن أي فلوس بتخرج من خزانة الدولة بتصب مباشرة في إيد الملك لويس الرابع عشر. وتاني دليل إن لويس بعد كده ما كدبش خبر، وبنى بالفلوس قصر أروع وأفخم وأكبر من قصر فوكيه، فهو قصر فرساي المجيد. وخلي بالك حفلة فوكيه كان هدفها نبيل، وهي استعراض ولائه وإخلاصه للملك، وإثبات للملك إنه جامد جدا وليه شعبية وليه علاقات بعلية القوم، وبالتالي هيكون رئيس وزراء ممتاز والملك مش هيقدر يستغنى عنه. بس ده الواحد زي لويس شكله تهديد، وحس إن فوكيه خطف منه الضوء
وسحر كل الناس بفلوسه ونفوذه. وطبعا لويس زيه زي أي حد مغرور بنقابله، عمره ما هيعترف بده وعمره ما هيغلط نفسه. وبما إنه ليه سلطة على فوكيه، قعد يفكر ويدور على عذر وحجة، ومعرفش ينام غير لما عرف هيخلص منه ازاي. وللأسف ده مصير أي حد يتفوق على سيده أو مديره أو أي حد ليه رتبة أعلى منك، بإيديه يطلعك أو ينزلك، وبإيديه يرقيك أو يرفدك. فبلاش تراهن على ثقة مديرك في نفسه، ولا تهزها، ولا تيجي على غروره. وزي ما قال فولتير: عندما بدأت الأمسية كان فوكيه على قمة الدنيا، وعند انتهائها كان في الحضيض. على الجانب التاني تعالوا نشوف بقى اللي لعبها بفن وحرفنة حصل معاه ايه، وربنا يستر. كان يا مكان في سالف العصر والأوان في أوائل القرن ال17، العالم والرياضي الإيطالي جاليليو لقى نفسه محطوط في موقف ضيق جدا، وهو إنه زيه زي علماء عصر النهضة في الوقت ده بيهدوا كل اكتشافاتهم واختراعاتهم للحكام الكبار علشان يدعموهم. يعني مثلا في مرة اخترع بوصلة عسكرية فأهداها للدوجو غونزاكا، هو اسمه كده. وكمان أهدى الكتاب اللي بيشرح استخدام البوصلة دي لعائلة الماديتشي. طبعا الحكام كانوا بيفرحوا قوي بالهدايا دي، وكانوا بيبعتوا الطلاب لجاليليو علشان يدرس لهم، وهو برضه يسترزق. بس برضه كان عنده مشكلة، إنه مهما كان الاختراع عظيم فبرضه بيدوله هدايا، وهو طبعا عاوز فلوس عشان يعرف يعيش. العيشة بقت غالية، وشكلها كانت غالية زمان برضه. يا جدعان ادوني فلوس، هعمل ايه بالهدايا؟ هرصها جنب اخواتها؟ قعد يفكر هيعمل ايه. يا ترى هتعمل ايه يا واد يا جاليليو؟ يا ترى هتعمل ايه يا واد يا جاليليو؟ وفي سنة 1610 لما اكتشف جاليليو كوكب المشتري، فكر ان هو لو اهدى الحكام التلسكوب والكتاب زي ما عمل زمان هيدوه هدايا برضه. طب يعمل ايه علشان ياخد فلوس؟ قرر يركز على العيلة نفسها، الماديتشي. اصل سنة 1540 كوزيمو الاول لما اسس سلالة ماديتشي خلى كوكب المشتري اللي هو اقوى الارباب في الاساطير الرومانية رمز الآل ماديتشي، وهو رمز للسلطة. راح جاليليو عمل ايه بقى؟ حول اكتشافه الأقمار المشتري لحدث كوني لتكريم عظمة آل ماديتشي. والصدفة خدمته. ليه بقى؟ لأن عدد أقمار المشتري مش قمر واحد زي كوكب الأرض، لأ 4. فقال إن الأقمار ال4 بتوع كوكب المشتري قدمت نفسها في السماء قدام التلسكوب بتاعه في نفس وقت تتويج كوزيمو التاني. والحسن حظه إن كوزيمو التاني ده ليه 3 اخوات، وال4 ولاد كوزيمو الأول اللي هو مؤسس سلالة آل ماديتشي. فقال إن الأقمار ال4 بيدوروا حوالين كوكب المشتري زي ما ال4 ولاد بيدوروا حوالين كوزيمو الأول. يخرب بيت عقلك يا جاليليو، دماغ شغالة مش بتنام. فينك يا فوكيه تتعلم منه؟ بذكائه خلى عيلة آل ماديتشي اللي هي رمزها كوكب المشتري على اتصال فعلا بكوكب المشتري، وكأنه بيقول للناس إن في صلة روحانية كونية بين العيلة دي وبين الكون، وإنه مش مجرد رمز والسلام. ده كمان عمل شعار لكوكب المشتري وحواليه ال4 نجوم اللي بتدور حواليه، وأهداه لكوزيمو التاني. وزي ما جه في بالك دلوقتي، جاليليو لعبها صح. وفي سنة 1610 كوزيمو التاني خلى جاليليو فيلسوف ورياضي بشكل رسمي وبمرتب كبير جدا، وبالنسبة للعالم في الوقت ده كانت ضربة العمر وتحول مصيري، والدنيا خلاص ضحكت له، محدش قده. جاليليو كان زيه زي أي حد، كان كل اللي همه مصلحته وازاي ياخد فلوس من اختراعاته ويكسب حب الحكام لأن مصلحته في إيديهم. وبضربة واحدة وبذكائه كسب كل اللي مقدرش يكسبه كل السنين اللي فاتت، وده ببساطة لأنه فهم الدرس، وفهم إن أي سيد عاوز يكون ظاهر ولامع أكتر من أي حد. هما في الآخر برضو مش مهتمين بجاليليو ولا بالعلم ولا بالاختراعات، هما مهتمين بنفسهم وبسمعتهم. ولما جاليليو ربط آل ماديتشي بالقوة الكونية اداهم مجد أكبر بكتير من لو كان اداهم الاختراع. شوف بذكائه ازاي قدر يحول من كونه مصدر تهديد لأي حاكم، لأن في الوقت ده العلماء بالذات كانوا بيهددوا الحكام والسادة ويخليهم يحسوا بعدم الأمان بسبب قوتهم الفكرية. لكن جاليليو لما اداهم مجدهم وكبرهم وفخمهم ما خلوهمش يحسوا بالنقص، بالعكس ده لما ربط اسمهم بالنجوم خلاهم أكثر إشراقا في إيطاليا من أي حد. طبعا عرفنا قصة فوكيه والغلطة اللي هو عملها، وعرفنا قصة جاليليو وتعلمنا منها. نيجي لحكايتك انت بقى. هتقولي طب خلاص انا هخليني في حالي ومليش دعوة بحد.
يا ريتها سهلة وبسيطة كده، ده انت غلبان قوي. للأسف انت ممكن تكون على طبيعتك، بس أذكى وأشطر وأحلى وجذاب أكتر ومحبوب أكتر وحبوب كده ولذيذ عن مديرك، وده طبعا هيشكل تهديد عليه وهيقلقه جدا، خصوصا لو مغرور ومتعجرف وعنده عقد نقص زي لويس الرابع عشر اللي قلنا حكايته. روبرت جرين بيقول لنا حكاية من التاريخ تأكد لك وتثبت لك ان انت برضو لو كنت في حالك وملكش دعوة بمديرك، بس ما خليتش بالك من الشخصية اللي بتتعامل معاها وكنت على طبيعتك، فبرضو طبيعتك مش هتنفع في الوقت ده. كان في واحد اسمه أستور مانفريدي أمير فاينزا، وكان من أكتر أمراء إيطاليا وسامة وجاذبية، وكل الناس كان بتحبه جدا وخطف قلوبهم كده من كتر كرمه ومعاملته الحلوة ليهم. بس للأسف في سنة 1500 في واحد مش كويس كده اسمه سيزار بورجيا حاصر فاينزا، وطبعا الناس استسلمت وتوقعت ان هم هيموتوا، بس هو اكتفى باحتلال القلعة وما موتش اي حد، وسمح للأمير منفريدي اللي كان عمره وقتها 18 سنة انه يفضل بكامل حريته. طبعا هتقولي لي ما راجل كويس وجميل اهو طيب، امال ليه بقى مش كويس وشرير والكلام ده؟ انت بتفتري عليه. علشان بعد كام اسبوع الجنود خدوا منفريدي وحطوه في سجن روماني، وبعد سنة لقيوا جثته في نهر التيبر وفي حجر ملفوف حوالين رقبته. وطبعا بورجيا زي لويس الرابع عشر زي مديرك عمره ما هيغلط نفسه، برر تهمته الفظيعة دي وجريمة القتل دي بتهمة لفقها المنفريدي، وقال عليه انه خاين ومتآمر، وطلع منها زي الشعرة من العجينة. طبعا امال انت فاكر ايه؟ فاكره هيغلط نفسه او يندم؟ ده انت طيب قوي. المشكلة الحقيقية ان بورجيا ده كان مغرور بصورة بشعة وكان عنده نقص، والامير الشاب كان مصدر ازعاج وعدم امان ليه لانه جذاب اكتر ومحبوب اكتر، رغم انه ما جاش جنبه خالص. كونك بس افضل ده تهديد وازعاج ليهم، يا دي النيلة. واهم درس بقى هنا روبرت جرين بيقوله لك لمصلحتك، ان ما كانش بايدك حاجة اتجاه جاذبيتك او ذكائك وخفة دمك بقى وكده، وطبعا البنات ما كانش بايدك حاجة اتجاه جاذبيتك وذكائك وبالاخص جمالك، فلازم تتجنب وتتجنبي امثال بورجيا، او شوفوا طريقه يا جماعه تسكتوا بيها صفاتكم الكويسه دي، خصوصا لما تكونوا مع واحد زيه مفيش حل. واوعوا بقى تقولوا ان دي قصه قديمه ومن التاريخ واحنا دلوقتي في 2023 والحياه اتغيرت بقى من ايام لويس الرابع عشر والماليتشي وبورجيا والكلام ده. لا، كل واحد بيوصل لمنصب عالي بيبقى شبههم وعاوز يحس بالامان وانه متفوق على الكل وانه احسن واحد في الموجودين، فبلاش تتباهى زياده بقى عشان بيخافوا وانت اللي هتزعل في الاخر. وخلي بالك زي ما قلتلك في اول الحلقة، الملك كان بيحب فوكيه بس عمره ما يحبه اكتر من نفسه، فلما لقاه مصدر تهديد مع ان الراجل كانت نيته خير، بس طبعا الاعمال مش بالنيات، رماه وجاب حد غيره ما يشكلش عليه تهديد. فاوعى تفتكر ان طالما مديرك بيحبك او صاحبك فانت كده في الامان. واخر حكاية هحكيها في الحلقة بتاعتنا النهاردة تأكد لك ان حب مديرك ليك مش معناه ان انت في الامان، لان محدش هيحبك اكتر من نفسه. في اليابان وبالتحديد في اواخر القرن ال16 كان صاحب الحظوة عند الامبراطور هيديوشي، يعني اقرب واحد ليه، البست، واحد اسمه سانو ريوكو، وكان اكتر مستشار هيديوشي بيثق فيه وبيحبه، وكان ليه شقته الخاصة في القصر وليه شأن وصيت كبير جدا في كل انحاء اليابان. لكن في سنة 1591 حصل حاجة ما كانتش متوقعة، الامبراطور امر باعتقال نوريكو وحكم عليه بالاعدام. طبعا نوريكو اتصدم وما كانش متوقع كده من الملك خالص فانتحر، والناس كلها كانت مستغربة من اللي عمله الامبراطور، بس السبب اللي اتعرف بعد كده ان نوريكو وصى ان هو يتعمل له تمثال من الخشب وهو واقف وقفة متعجرفة وشامخ كده، وكلف شخص يحط التمثال في اهم المعابد داخل بوابات القصر، يعني اللي داخل واللي خارج هيشوفوه. يخرب بيتك حد يعمل كده؟ فلتت منه قوي على الاخر ده. فطبعا زي ما انتوا فهمتوا هيديوشي حس ان ريكيو نسي نفسه وفلتت منه على الاخر وما بقاش عنده حدود. انت فاكر نفسك يالا الامبراطور ولا ايه؟ تعالى لي هنا اقتلوه، لان ده طبعا كان غلط لا يغتفر، غلط كلفه حياته. وبعد الحكايات دي انت اكيد دلوقتي عرفت مدى خطورة تفوقك على مديرك، وبالتالي هتعرف تستخدم القانون ده لصالحك، هتنفخ غروره وتطبله، بس ما تبقاش مفضوح قوي عشان ما تقلبش باقي الناس عليك. لو كنت اذكى منه بين له العكس وخليه يبان اذكى، ونسيب له الفضل دايما في تعليمك قدام كل الناس، وبين له دايما ان انت على طول محتاج لخبرته ورأيه واطلب مساعدته، هم بيحبوا كده قوي.
ولو انت حبوب كده وفرفوش ودمك خفيف، خف شوية. ولو كنتي أحلى منها، امدحي كل يوم في جمالها وفي شياكتها وفي الطقم اللي هي لابساه قدام كل الناس. من الآخر لازم يكون هو الشمس اللي بيدور حواليها كل النجوم، بيشع بالقوة وهو مركز الانتباه الوحيد. وعلى رأي بلسازار غرسيان، السما ما فيهاش غير شمس واحدة، وكل النجوم في السما ليها علاقة بالشمس، مساوية لها في السطوع بس مش بتظهر معاها. وفي النهاية بعد ما سمعت قصة فوكيه وجاليليو وبورجيا وهديوشي، أنا حفظت كمية أسماء في الحلقة دي تدخلني طب. لازم تخلي بالك إن لكل واحد أمراضه النفسية اللي مش بيعترف ولا هيعترف بيها. كل واحد عنده عقد نقص مستنية بس حد ينكشها، وهتطلع تخرب الدنيا. وطبعا مش هتقعد تفكر في مشاعر كل الناس وكل الناس اللي معاك في الشغل، احنا مش فاضيين لكده. بس لازم وحتما ولابد تحمي نفسك من اللي بإيده يطلعك في شغلك ويرقيك، وبإيده ينزلك في شغلك ويرفدك. وخليك صبور مهما كان تطبيق القانون ده صعب، واستنى الوقت المناسب وهيجي دورك. ومارس اللعبة صح، مارسها بفن وحرفنة. وكده حكايتي خلصت، بس الفكرة مش في الحكاية اللي بحكيها، الفكرة في الناس اللي هتكمل الحكاية بعديها. فاعمل لايك وشير واشترك في القناة، واسيبك انت تكمل الحكاية.